يبقى نقول سريعا تاني ملخص للي احنا قلناه النهاردة. قلنا ان البيلدينج يونت بتاعة الماتر اسمها اتوم، وان الماتر ديت هي اي حاجة حوالينا ليها ماس وليها فوليوم. وقلنا الماس يعني اقدر ان انا اوزنها، والفوليوم يعني it takes up space، يعني اخده حيز من السبيس اللي حوالينا. وقلنا ان الماتر ليها 3 states: solid وليكويد وجاز. واخدنا example السفنكس ستاتيو، وقلنا انه بيتكون من لايمستون، واللايمستون بتتكون من كالسيوم كربونات سبستانس، والكالسيوم كربونات سبستانس بتتكون من كالسيوم كربونات مولكيولز، والكالسيوم كربونات مولكيولز بتتكون من اتومز. وقلنا كمان ان العلماء على مر التاريخ قعدوا يحاولوا ان هم يكتشفوا الاتوم، واول حد كان الجريك فيلوسوفر اللي كل اللي قالوا ان الماتر بتتكون من tiny indivisible particles اسمها اتومز. بعد كده جه في أوائل القرن ال19 كانت أول scientific theory اللي عملها جون دالتون، وقال إن الأتوم دي tiny indivisible spheres، لغاية لما جه إرنست رادرفورد سنة 1909 وعمل لي النيوكلير موديل للأتوم، وهو كان أول واحد يعمل موديل للأتوم based on experiment، وهو اللي اكتشف النيوكليوس.